ممكن نتعرف حضرتك؟ محمد ابراهيم، عضو المكتب السياسي لحركه شباب 6 ابريل. ممكن حضرتك تعلق لنا عن احتجاز احمد ماهر النهارده في المطار والقرارات التعسفيه اللي بياخدها النظام الحاكم في ظل الفتره اللي فاتت ضد اعضاء شباب 6 ابريل؟ والله هو في حاجه مهمه اصلا، انه احنا بيقترن دايما اي ميعاد جلسه لمبارك بضبط واحضار حد من النشطاء السياسيين، او القبض على حد، او انه زياره فجر من بتوع زمان يروحوا ياخدوا حد من البيت. ده طبيعي اليومين دول. بكره في جلسه لقضيه من قواضي مبارك، ففوجئنا بالقبض على احمد ماهر من المطار، والكلام على انه في ضبط واحضار معمول له من قبل ما يسافر اصلا. فيعني انه تعمل ضبط واحضار لواحد وتسيبه يسافر مش محطوط على قوائم منع السفر، وبعدين تترقب وصوله عشان تقبض عليه، دي حاجه مش طبيعيه. القضيه اللي هو طالع عليه ضبط الاحضار عليها، الناس اللي كانوا متهمين فيها طلعوا اخلاء سبيل اصلا بدون ضمانات. ده معناه انه القضيه يعني اخر قاضي شافها شاف انه الناس ما عندهاش اي تهمه تبرر حبسهم، فعشان كده خرجهم بدون ضمانات حتى من غير كفاله. فازاي انه يتقال بعد كده انه ماهر محرض بقى ليهم اللي هم اصلا طلعوا اخلاء سبيل؟ ده الغريب في الامر. الموضوع بقى واضح جدا انه حبس النشطاء السياسيين والضغط على كل النشطاء السياسيين عشان يبطلوا مقاومه للفساد ومقاومه للانحرافات. الرساله اللي عايز اقولها انه ما فيش حد هيبطل يقاوم الفساد من الناس اللي فعلا هي قضيتهم الاولى والاخيره حبهم لوطنهم والسعي لدوله ديمقراطيه حقيقيه. اي حد فيهم عمره ما هيتراجع، حتى لو اتقبض عليه، لو اتضرب بالخرطوش، لو اتضرب بالغاز، لو اي حاجه، حتى لو التصفيه الجسديه. الناس دي فعلا حتى روحها على ايديها عشان توصل لحلول حقيقيه للبلد وتوصلها لبر الامان الحقيقي، ويبقى في نظام ديمقراطي عادل، ويبقى في عداله اجتماعيه. ممكن حضرتك توجهي كلمه للرئيس مرسي لو واقف قدام حضرتك دلوقتي في ظل الانتهاكات اللي هو بيمارسها ضد شباب الثوره وشباب 6 ابريل بوجه اخص؟ أحب أوجه له رسالة، إن أنت مش رئيس، أنت عضو مكتب إرشاد تابع لجماعة الإخوان المسلمين، جماعة محظورة، وأنت شخص هارب من السجن لا تمثل مصر والمصريين، تمثل جماعتك فقط. مجرد شخص إرهابي هارب من السجن لا يمثل أي شرعية، ملوش أي شرعية، فقط كل شرعيته بكل الشهداء اللي ماتوا في عصره، كل الفساد اللي حصل في عصره. كل اللي أيدوه ندموا على تأييده، كل الثوار اللي أيدوه برأسهم. تمام. ممكن حضرتك في ظل انتهاكات الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في الفترة ما بعد الثورة دوت إعادة نظام مبارك ولا إعادة لنظام أبشع من نظام مبارك؟ إعادة للنظام أبشع من نظام مبارك بمراحل. دي ميليشيات مسلحة، جماعة محظورة، واحد هارب من السجن معرفش أصلا اترشح ازاي، بيعين الوزراء على مزاجه، بيحبس الثوار على مزاجه، بيطلع الإسلاميين اللي تبعه على مزاجه، معين نائب خاص تبعه، معين حكومة تبعه، عايز يقضي على القضاء، عايز يقضي على الجيش، عايز يقضي على الداخلية، ويأخن كل مؤسسات الدولة. فاكرها بلد ما فيهاش غيره هو وجماعته، لكن ان شاء الله يعرف كويس قوي ان المصريين هيقوموا بثوره عليه. شغل 6 ابريل في الفترة القادمة ان شاء الله هتبقى لاسقاط دكتور محمد مرسي ونظام مبارك اللي هو ما زال مستمر. مرسي هو مبارك على صورة ابشع، مرسي هو مبارك باستبداء، ما اختلفش عنه غير ان هو ابشع، وهيتشال وطبعا هيتشال على اسقاطه واسقاط نظام. ممكن تعرف حضرتك؟ ايمان ناجي، منسق حركه شباب 6 ابريل التجمع الثالث، اللي بالتاكيد متفق عليه من كل الناس، من كل الثوار، مش من حركه 6 ابريل بس، ان احنا مش هنسكت. احنا الثوره اللي خليناك رئيس يا مرسي، ومش هنسكت. كلمه للرئيس مرسي، كلمه موجهه للرئيس مرسي لو واقف قدام حضرتك دلوقتي في ظل العمليات الانتهاكات اللي كان بيقوم من ساعه ما مسك رئيس الجمهوريه ضد الثوار. انت راجل كذاب وراجل خاين وراجل مالكش عهد، استخدمت الدين علشان مصلحتك وعشان السياسة. لو انت راجل في عندك نقطة دم، امشي بكرامتك، بدل ما تمشي بطريقة أقذر من اللي بيشي بيها المخلوع.
احنا ممكن نمشيك زي ما مشي القذافي، وشكلك كده مستقبلك هيبقى قذافي تاني، لان انت تشبهه قوي في الكوميديا.